على خلاف السنوات الماضية، يشهد سوق الغنم ببنسودة بفاس على غير عادته ركودا كبيرا وإقبالا ضعيفا على اقتناء أضاحي العيد، نظرا للارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار المواشي هذا العام. وفي هذا الصدد أجمع العديد من التجار المواشي بلا سوق أنه على الرغم من أنه لا تفصلنا عن حلول عيد الأضحى وأيام قليلة، إلا أن هناك تردد كبير من قبل المواطنين على شراء أضحيتهم. وأورد المصرحون في حديثهم الحقيقة 2/4 أن سوق بنسودة بفاس عرف عزوفا كبيرا من قبل المواطنين على اقتناء أضاحي العيد. وحسب نفس المصادر، فإنه على الرغم من وفرة العرض بالسوق إلا أنه ليس هناك رواج كبير كما كان عليه الأمر خلال أعياد الأعوام المنصرمة. ويرى المتحدثون أن للسبب الأساسي في ارتفاع أثمنة المواشي خلال السنة الحالية يراجع إلى الزيادة التي تعرفها أسعار الأعلف. من جهتهم أعر بعدد من المواطنين عن استيائهم وغضبهم جراء الارتفاع الفاحش الذي عرفتها أسعار الأضحى هذه السنة. ويأمل المواطنون في أن تتراجع ثمنة المواشي خلال الأيام المقبلة التي تفصلنا عن موعد العيد كي يتمكنوا من تأدية شعيرتهم الدينية المتعلقة بالأضحية.